اولا كده يا عزيزي المشاهد، انا عاوزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وثانيا ما تنساش الاشتراك الجميل واللايك الاجمل، لان ده اللي بيشجعنا. قصتنا اللي بتبدا مع بنت بتفتح كتاب بيحكي قصه ساحر اسمه ايك، اللي كان قائد في جيش ملك الشياطين. في واحده من المعارك كان بيهاجم على واحده من المدن البشريه، وايك والخادم بتاعه كانوا بيتكلموا ان كل حاجه ماشيه زي ما هم خططوا بالظبط. وبامر منه يا صديقي، الشياطين كسروا بوابات المدينه ودخلوا يذبحوا البني ادمين واحد ورا التاني. في الوقت ده قائد الفرسان كان بيتفرج على كل ده من قلعته، وفجأة الباب اتفتح، ولما لف شاف ايك قال له: بص يا صاحبي، انت عندك 3 خيارات ملهمش رابع، يا تستسلم وتسلم المدينة، يا تموت بشرف كالفارس، والخيار التالت انك تهرب، وانا عشان طيب مش هجري وراك. لكن القائد ما عجبوش اي اختيار منهم، وقرر يهجم على ايك، بس يعني الواد معرفش يعمل حاجة، وايك خلص عليه بهجمة واحدة. وفجأة الخادم دخل وراه وقال له ان المدينة كلها تم اخضاعها، وايك طلب ياخد القائد ويعالجه، وكمان يعالج كل الناس اللي استسلموا. وفي ست كانت بتراقب ايك واستغربت انه قدر ياخد المدينة في اسبوع واحد من غير اي مشاكل. اما ايك قرر يعمل حاجز حوالين الاوضة اللي هو فيها، وبيبص بره بيحس بالذنب على كل الناس اللي اتأذت بسببه. شال القناع، وهنا الصدمة الذي لم يتوقعها احد يا صديقي. ايك طلع انسان يا صديقي، مش شيطان، وافتكر لما الحارس العظيم رومبرج اخده وهو صغير في اراضي الشياطين وعلمه كل حاجة. ايك افتكر كمان اليوم اللي رومبرج قال له ما يخلعش القناع فيه ولا الرداء ابدا، وحذره انه لو اتعرف انه مش منهم ملك الشياطين هيخلص عليه. ايك كان عارف انه لوحده في الاوضه ومفيش حد ممكن يدخل عشان عامل حاجز، بس بعد شويه لاحظ خدامه مستخبيه تحت الترابيزه وشافت كل حاجه. البنت اول ما شافها اتجزعت وخافت انه يقتلها، بس خبطت راسها ووقعت مغمى عليها. ايك خد صدمه عمره لانه كان محافظ على السر ده لمده 20 سنه، واتكشف بالطريقه العبيطه دي. الخادم بتاعه خبط على الباب وراحوا سوا يتمشوا في المدينه. الخادم بيسال ايك ليه سايب ناس كتير عايشه. ايك بيقول له يا غبي ان دي مدينه تجاره، ولو مفيش ناس مش هيقدر يحققوا ربح للشياطين، وملك الشياطين الحالي بيهتم بالنتائج بس، يعني مفيش مشكله انه يسيبهم عايشين. وبعدها بيقابل البشر اللي لسه عايشين وبيسالوه عن الضرايب، فايك بيعرفهم انها تفضل زي ما هي، وبيحذرهم ان اي تمرد في المدينه هيتعاقب بشده. وفجاه حس انه بينتقل لمكان غريب واختفى، وظهر في مكان غريب وبيظهر جولم عملاق بيهاجمه. ايك فهم على طول ان القائده هي اللي نقلته، مع انها وعدته ما تعملش كده من غير اذنه، بس كالعاده ما التزمتش بالوعد، وايك هزم الجولم بسهوله. والقائده كانت مبهوره بقوته وقالت انه بقى قوي جدا. ودي هي سافرة، قائده الفيلق السابع في جيش ملك الشياطين. باختصار هي القائده المباشره لايك، وهي الوحيده اللي تعرف سره. وايك افتكر الناس استدعته عشان اخبار المدينه، بس هي قالت انها عارفه كل حاجه. فايك استغرب ليه استدعته، فعرفته ان ملك الشياطين عايز يقابله. هو طبعا مش فاهم ليه هو بالذات، فقالت له يمكن عشان قدر ياخد المدينه في اسبوع واحد. وبعدين قالت له يحط ايده على كتفها عشان تنقله، وفعلا عمل كده. وفي الناحيه التانيه الخادمه اللي كانت مغمى عليها فاقت وحاولت تخرج من الاوضه، بس خبطت في الحاجز ورجعت تبص لقت اكل على الترابيزه، ومعاها ورقه مكتوب عليها ما تتحركيش من هنا لغايه ما اجيلك. ولانها جعانه بتجرب الاكل وبتتفاجئ ان طعمه حلو جدا. في الوقت ده ايك وسافرة وصلوا لارض ملك الشياطين، وايك بدا يحس بضيق عشان هالة ملك الشياطين كانت قويه جدا، ولانه في الاصل انسان حس بعدم الراحه. وهم داخلين قصر ملك الشياطين بيسالها لو الحراس هيفتشوه، ولما بتعرفوا ان ده فعلا هيحصل بيقلق لان سره ممكن ينكشف ويعرفوا انه بشري. بس سافرة بتطمنه انها تضبط كل حاجه وتستخدم سحر عليه. والحراس اول ما شافوه حسوا بقوته وقالوا ان ده متوقع من حفيد اقوى ساحر سابق رومبرج. وسافر عشان تهربوا من التفتيش بتقول لهم ان هم متاخرين جدا، فبيسمحوا لهم يدخلوا. وهم ماشيين في الممر الطويل ايك سالها لسه بعيد، فقالت له خلاص قربنا. وسالته لو زعلانه انها بتطير، وهو لا. ضحك وقال لها لا، مع انه جواه كان نفسه يطير زيها، لانه كل اللي بيقدر يعمله انه ينط نطه كبيره بس. وبعدين وصلوا الاوضه، وسافر قالت له انا هدخل الاول وبعد كده تنادي عليه. وايك وهو مستني بدا يفكر ان ملك الشياطين الجديد قوي جدا وقدر يغير الحرب تماما ويخلي الشياطين ليهم الافضليه، وكمان بيقدر الكل على حسب قدراتهم. وبطبيعتهم الشياطين ما بيحبوش يشتغلوا مع بعض، لكن ملك الشياطين قدر يغير ده. وبعد الكلام ده سافرة نادته وقالت له انه يقدر يدخل، ولما بيخش بينحني على طول. ملك الشياطين بيطلب منه يرفع راسه، ولما رفعها اتفاجئ ان ملك الشياطين في الحقيقه كانت ملكه مش ملك، ومدحته انه قدر ياخد المدينه في اسبوع واحد بس. ايك رد وقال انه كان بينفذ اوامر سافرة وان الفضل ليها. بس الملكه لاحظت حاجه وقالت ان ايك بيتصرف بطريقه شبه البشر. ايك خاف وحس انه
هيوقع نفسه في مصيبة. سافيرا تدخلت بسرعة وقالت ان ايك حفيد اقوى ساحر في التاريخ اللي كانوا بيسموه حامي الجحيم. الملكة فهمت على طول السبب وعرفت ليه ايك ما ذبحش الناس وقدر ياخد المدينة بخسائر قليلة جدا. وايك بدأ يقلق عشان تصرفاته كانت بتكشف انه مش شيطان، لكنه قرر يتكلم وقال للملكة انه ساب الناس عايشة عشان ده انفع للشياطين، وشرح لها ان المدن اللي اتخربت واتقتلت فيها الناس كانت انتاجها ضعيف بعكس المدن اللي فضل فيها السكان هتبقى اقوى. وايك ادرك انها مش قوية، لا دي ذكية جدا وعارفة عن الحضارات القديمة زي جده رومبرج. وفجأة الملكة اختفت وظهرت جنبه وقالت له المرة الجاية عايزاك تيجي من غير اقناع عشان انت مختلف عن باقي الشياطين. بعد كده اختفت ايك وارتاح لانه عدى على خير. وسافرة كانت متفاجئة لما شافت حتى ايك بيخاف من حاجة وقالت له انه محظوظ ان الملكة ما اكتشفتش انه مش شيطان. ايك رجع المدينة ولاحظ ان الطبق فاضي وعلى الكرسي الخادمة كانت نايمة، فصحاها وهي اول ما شافته فهمت الموقف وركعت على ركبها وبدأت تترجى ما يقتلهاش. ايك طمنها وقال لها انه مش هيأذيها وسألها عن اسمها. ردت وقالت ان العبيد ما بيكونش ليهم اسماء بس امها كانت بتناديها تريني. ايك قال لها انه ما يقدرش يسيبها تمشي عشان عرفت سره. هي رمت نفسها عليه وفضلت تقول له انها مش هتقول لحد عن سره، وايك طمنها انه مش هيقتلها بس هتشتغل عنده كخادمة عشان يتأكد انها مش هتقول لحد. وبعدها ايك ومعاه خادمه والشياطين اتجمعوا في مدينة ايفال اللي بقى المسؤول عنها. وبيفتكر لما سافرة شرحت له ان المدينة دي على خط المواجهة ورغم انها صغيرة بس ليها اهمية استراتيجية كبيرة، وطلبت منه يدافع عنها ويضاعف دخلها. ايك قال للجميع ان البشر ممكن يهجموا في اي لحظة واول مهمة ليهم هي انهم يصلحوا الاسوار. الخادم قال ان هم لو جمعوا العمال من المدينة ممكن يخلصوا في 6 شهور. ايك اتضايق وقال ان ده وقت طويل جدا وعرفهم ان هم هيبنوا الاسوار في شهر واحد. الخادم طبعا قال له مستحيل، بس ايك اصر وقال ان البشر والشياطين هيشتغلوا سوا، وهو بيراقب من بعيد شافهم فعلا بيشتغلوا جنب بعض ونظم 3 ورديات وبدأ يدفع لكل العمال اجور عشان يتحفزوا. الخادم انبهر وقال انه سمعته كعبقري فعلا مستحقة. وفي مرة شاف ايك مجموعة من الشياطين بيحاولوا يحركوا صخرة ضخمة ومش قادرين، قرب منهم وقال لهم يبعدوا شوية ودمرها بسحره. والخادم قرر من اللحظة دي انه هيخدم ايك طول عمره، مقتنع انه عبقري حقيقي وممكن يبقى ملك الشياطين الجاي. وفي مكان تاني جيش الشياطين بدأ يتحرك ناحية واحدة من المدن عشان يدمروها، بس اقوى السحرة من البشر كانوا واقفين عشان يوقفوهم واستخدموا السحر وهجموا عليهم وخلاص فكروا ان هم خلصوا عليهم، ولكن للاسف الشياطين ما تأثروش واقتحموا الاسوار. الملكة وصل لها خبر ان الشياطين دلوقتي بيطاردوا الناس اللي بتحاول تهرب لمدينة تانية، ولما فهمت ان البشر بيتعاونوا في اخر لحظاتهم قررت تطلب من ايك يتصرف. وفي الوقت ده ايك كان قاعد ومعاه خادمته تريني بتقدم له الشاي، وقال انه تعبان بعد ما خلص اعادة بناء المدينة. وفي ناحية تانية قائدة الفرسان أليسا اتطلب منها تروح ترجع عن مدينة ايفال اللي بقت ملك الايك. وفي المدينة مجموعة ناس في زاوية بيلعبوا قمار وتريني كانت بتحاول تشارك ولكن ما كانش معاها فلوس. النصاب قال لها تمشي لكن لما لاحظ جسمها قال لها ممكن تقعد مقابل حاجة تانية. وفجأة ايك استخدم السحر ورفع كل الكوبايات مرة واحدة والناس شافوا انه كان بيضحك عليهم. ايك شدها وحذرها انها لازم تفضل قريبة منه وعرفها انه لازم يعرفوا خطط البشر من غير ما يتكشفوا. ايك شاف الفرسان وعرف ان اشاعة تحالف الممالك كانت حقيقية. البشر اتحدوا تاني عشان يقاوموا الشياطين. عبر التاريخ اتحدوا 3 مرات بس وكل مرة كانوا بينجحوا يهزموا الشياطين. وتريني هنا بدأت تخاف على ايك لانه لو مات هتفضل لوحدها وهينتهي بيها الحال زي اطفال مسجونين هم شافوهم قبل كده. ايك لاحظ انها خايفة فحاول يطمنها. وهم خارجين الراجل النصاب اللي كان ايك فضحه جاب معاه حد ووقفهم لانه ناوي ينتقم منه، بس ايك شاف ان هم لوحدهم فاستخدم السحر وجمد الاتنين اللي مع النصاب وبعدها عمل سكاكين من التلج حاصرهم بيها. وبعد كده قرب من الراجل وقال له يجاوب على اسئلته، بس الراجل بدأ يتحداه فايك الجبار طعنه بسكين جليدي فالراجل خاف وسكت. ايك سأله ليه الفرسان دخلوا المدينة النهاردة. الراجل قال انه مش عارف حاجة، فايك فكروا ان ساعتها مفيش لازمة يفضل عايش. وهنا الراجل خاف من الموت واعترف ان الفرسان مخططين يهاجموا الشياطين بدري عن الميعاد في ايفال. ايك خد المعلومة ومشي والراجل طلب منه يشيل الجليد عنه بس ايك سابه ومشي من غير ما يرد عليه حتى. وفي اوضته فجأة شيطانة اسمها ليلث دخلت وهي متنرفزة وبدأت تسأله كان فين وليه اتأخر كده. لاحظت البنت اللي واقفة جنبه وسألته مين دي. تريني قدمت نفسها وقالت انها بتخدم ايك. ليلث بدأت تتريق عليها وقالت لها ازاي خدامة بالشكل ده تخدم ايك، وقالت انها ممكن تخدمه احسن. تريني اتعصبت وقالت ان ايك هو اللي اختارها بنفسه والاتنين بدأوا يتخانقوا. وبالليل مجموعة فرسان حاولوا يهجموا الشياطين فجأة، لكن جيش من الهياكل العظمية طلع من الارض، ومش بس هياكل عظمية لا ده جيش كامل من الشياطين بيظهر ويهاجمهم، فاضطروا يتراجعوا. وخادم ايك اعترف ان اللي خطط للكمين ده هو العم ايك نفسه
ولكن فرحة الانتصار ما بتكملش لان فجأة سهم بيضرب ايك من ظهره ونتيجة الاصابة بيغمى عليه. وفي نفس الليلة في قاعة الجنرال اللي كان بعت أليس عشان ترجع ايفال وصل له تقرير ان الشياطين نصبوا كمين للبشر. الجنرال اتعصب جدا وشايل فشل المهمة على أليسا وامر بحبسها، وده عشان هو خايف الملك يعرف ويعاقبه. في الناحية التانية ايك فاق وهو نايم على السرير ولاحظ ان القائدة بتاعته نايمة جنبه. صحيت فجأة وبدأت تغطيه، وبعد كلام كتير ملوش لازمة ايك وسافرة قاموا، وسافرة شرحت له انه اتصاب وهي اللي عالجته، وقالت له كمان ان في المعركة ما قتلش حد وده بيخلي الملكة تشك فيه. ايك بدأ يفكر مين اللي حاول يقتله، وفجأة تريني وليلث دخلوا الأوضة وكل واحدة منهم بدأت تقرب منه وبدأوا يتخانقوا مع بعض لغاية ما الخادم زهق وطرد ليلث وقفل الباب. ايك كلفه بمهمة انه يلاقي مكان رئيسة الفرسان أليسا، وتاني يوم الصبح الخادم قال له ان أليسا اترمت في السجن عشان فشلت في تحرير المدينة. وايك راح السجن ومعاه ليلث وراه رغم انه ما طلبش انها تيجي اصلا، بس هي جات وخلاص. فضلت لازقة فيه ودخلت معاه، وهم بيقربوا من السجن لاحظوا انه مش محروس كويس. ايك كان بيفكر ازاي يدخل بهدوء، لكن ليلث سبقت وهزمت الحراس ودخلوا. ايك لاحظ ان السجن ضخم جدا وقال ان هم محتاجين وقت طويل عشان يدوروا على أليسا، بس ليلث مسكت واحد من الحراس وعرفت ان أليسا فوق في الدور العلوي. فجأة مجموعة حراس ظهروا وراهم وليلث قالت انها تتعامل معاهم، وايك طلب منها تتجنب الدم كتير، بس لما بيبص وراه اكتشف انها ما سمعتش الكلام وبيعمل نفسه من بنها وبيروح يدور على الأوضة اللي فيها أليسا. ولما بيوصل فعلا بيفتح الباب بيلاقي الأوضة فاضية، لكن أول ما دخل حد لابس عباءة هجمه من ورا وطلع انها أليسا. ايك صد كل هجماته وبهجمة واحدة رماها على الأرض. أليسا سألته جاي ليه، رد بسؤال وقال لها إذا كانت هي اللي بعتت القاتل اللي حاول يموته وإنه محتاج يعرف مين وراه. أليسا حست إنه مش شيطان. وقتها الحراس اكتشفوا إن في شيطان دخل السجن، فجري كلهم ناحية أليسا وهي طلعت السكينة وقررت تمسك ايك مقتنعة إنه إنسان مش شيطان. الحراس كلهم عرفوا إنه في شيطان حاول يخطف أليسا وجريوا ناحيتها. أليسا سألت ايك إذا كان هو شيطان ولا إنسان. ايك قرر يثبت لها إنه شيطان باستخدام السحر. أليسا ما فهمتش نوع السحر اللي استخدمه، فشرح لها إنه عطل غرائز كل اللي حواليهم، وبعدها قرب من الفرسان وهزمهم بسهولة، بس ما خدش باله من فارس تاني جه وراه، بس بياخد باله في آخر ثانية وبيتجنب ضربته وبيستخدم سحر الجاذبية وخلى الحارس يقع من فوق، بس قبل ما يقع أنقذه. أليسا اتصدمت وهي بتحاول تستوعب اللي حصل، لكن الأرض تحتها انهارت ووقعت، وآيك لحقها في آخر لحظة ونزلها على الأرض. قدم نفسه ليها على إنه شيطان وقائد في جيش ملك الشياطين، ففهمت على طول إن هو اللي صد جيشها بسهولة. آيك سألها لو هي اللي بعتت القاتل، ردت وقالت إنها فارسة ومش هتقول له حاجة، وقالت له لو عايز يقتلها يعمل كده. آيك قرب منها وباستخدام سحر قراءة الأفكار، لكنه ما قدرش يطلع منها بحاجة. أليسا واقفة متلخبطة ومش فاهمة حاجة ومش فاهمة هو بيعمل إيه، وفجأة ليلث ظهرت وراهم غيورة جدا عشان آيك واقف بيتكلم مع بنت تانية. آيك خلص كلامه وقرر يمشي وخرج هو وليلث. أليسا نادت عليه وسألته إذا كان ناوي يمشي كده من غير ما يقول حاجة. آيك قال لها إن كل حاجة خلصت وإنه فهم إن ملهاش ذنب، وكمان نصحها إنها تحترم نفسها وتحبها أكتر، وقال إنه راجع للبيت. ليلث اقترحت إنهم ممكن يفضلوا شوية بما إنهم لوحدهم ويعملوا حاجة مع بعض، لكن آيك سابها ومشي. وبعدها تريني قابلت آيك وكان جايب معاه شوية رز لقاه في الطريق، وقال إن الناس في إيفال بيزرعوا قمح، بس الرز أحسن وأفيد بكتير، ومعاه المدينة هتتعافى أسرع اقتصاديا وكمان سهل في الزراعة ومش بياخد وقت، وده هيخلي العمال يقدروا يستغلوا باقي الوقت في شغل تاني. تريني بدأت تحس بصداع من كتر الكلام، بس آيك وضح لها إنه كده هيبقى عندهم أكل أكتر وعمال أكتر، يعني الاقتصاد هيتحسن. طلب منها تحضر له وجبة من الرز، بس تريني قالت إنها ما بتعرفش تطبخ. آيك اعترف إن هو كمان ما بيعرفش، بس سمع إنه لازم يتسلق قبل الأكل. تريني قالت له إنها مش هتخيب أمله وهتظبطه، وآيك سابها وراح يكمل شغل تاني. وبعد كده آيك جمع المحاربين بره وقرر يختبرهم، وكان بيفكر في اللي حاول يضربه بالسهم، وعرف إن في جاسوس وسطهم استخدم قراءة العقل ولقى واحد منهم مفضوح. آيك راح له وقال له أنت هو الجاسوس، وبعدين راح لسافرة اللي كانت بتستحمى في الينابيع وقال لها إنه هيتكلم معاها بعد ما تخلص، وبدأ يمشي، بس سافرة سألته لو لقى الخاين. آيك قال لها إنه نائب القائد للفيلق السابع جايس، وعرفها إنه معروف إنه شيطان ذكي جدا، وسألها يعملوا معاه إيه. سافرة قالت له إنه لازم يتعاقب، وفي نفس الوقت الجوبلين ومعاهم جايس كانوا بيتكلموا عن إنهم اتكشفوا كجواسيس، وجايس قرر إنه لازم يهجم على آيك بسرعة قبل ما الأمور تسوء. فجأة وصلوا خبر إن آيك جاله لوحده. جايس راح له وآيك لاحظ إنه مستعد للقتال، سأله لو جاهز،
جايس قال له ان دي ارضه وهو حر فيها وبدأ يستفزه. ايك محبش يماطل كتير وقال له انت خاين، وجايس قرر يقاتله وبيفكروا انه عنده محاربين اكتر وكلهم عايزين يخلصوا عليه. ايك بيقول له هو ابوك نسي يعلمك ان الشجاعه بتغلب الكتره ولا ايه؟ وفي اللحظه دي نزل نيزك على المدينه، وكل لما الشياطين بتبص لفوق بيشوفوا سافرة وهي بتدمر كل حاجه بسحرها. اول لما خلصت المحاربين دخلوا على المدينه وبدأ يخلصوا على رجال جايس. ايك انتقل ورا جايس وقال له عندك خيارين، يا تستسلم دلوقتي يا تستسلم بعد ما تخسر كل حاجه. بس جايس قرر يقاتل وامر رجالته يهجموا عليه، لكن ايك خلص عليهم بسهوله. وجايس حاول يهرب واستخبى، لكن شيطان ضخم ظهر قدامه وكان هيمسكه، بس جايس هرب منه. واثناء ما هو ماشي قال له انه هينسحب النهارده بس هيرجع عشان ينتقم. بس ايك لحقه وطلب منه يستسلم، لكن جايس رفض وهجم على ايك اللي صد هجومه وقال له انه ضعيف جدا وربطه في شجره بسحره. وهنا جايس استسلم وقال انه اسف وبدأ يمدح ايك وذكائه، وعرض عليه يشتغلوا سوا وينظفوا جيش الشياطين، وقال له ان الملك الحالي منع قتل البشر وده مضايق الشياطين اللي بيخدموه، وسأله لو هينضم ليهم. بس ايك رفض وجايس حاول يغدر بيه ورماه بالسكين، لكن ايك تفاداها وقال له انه واضح ان في حد وراه وهو اللي قال له كده. فجأة سافرة ظهرت وبدأت تعذب جايس وقالت ان ايك بياخد وقت طويل في الكلام معاه وهي مش فاضية. ايك طلب منها تبطل وهو بيتعذب بالسم، لكنها قالت انها لسه ما بدأتش. ايك فهم انه مسموم وان العلاج مش نافع والسم معمول مخصوص عشان جايس ما يتكلمش، وفي الاخر جايس مات قبل ما يقول مين وراه. وفي الليل ايك وسافرة راحوا لمملكة الشياطين، وسافرة قالت ان الخاين الرئيسي طلع باستو قائد الفيلق الثالث. الملكة سألتها لو عندها دليل، سافرة قالت ان باستو اغوى نائبها وكان ناوي يقتل ايك وسافرة وبعدين اللورد الشيطاني. الملكة استغربت وقالت بجد، وبصت ناحيتهم وهي شايفة باستو واقف وراهم ماسك خوذته، وقال انه ما عندوش كلام تاني غير ان الاتنين اللي قدامه دول قتلوا نائبهم وبيحاولوا ياخدوا منه الفيلق الثالث. سافرة اتنرفزت بس الملكة قالت لها توقف، وقالت انها مش شاكة في ولاء سافرة وعارفة ان باست هو الخاين، وقالت كمان انها تعاقب الاتنين عشان واحد خاين والتانية ما قدرتش تتحكم في اتباعها. اعلنوا انهم هيتبارزوا والفايز هيكسب مكافأة، ولسبب ما القتال هيكون باستخدام الدمى. ايك استغرب وسأل ليه ما يعملوش قتال عادي. سافرة وضحت ان الملكة عايزة تختبر مهاراتها في القيادة، وقالت كمان ان الملكة سمحت ان حد ينوب عن التاني، وطبعا مين احسن نائب غير ايك، خصوصا انه بقى مسؤول دلوقتي عن حياة سافرة. لما وصلوا لمكان القتال سافرة اعترفت انها خططت كده عن قصد لانها شايفة ان ايك بقى قائد احسن منها، ومسكت ايده وسلمته حياتها. ايك كان دايما بيحاول يبعد عن المسؤولية دي لانه عارف انها خطورة كبيرة، وبدأ يفكر ازاي يكسب القتال بالدمى اللي قوتها متساوية وبتسمع كلام اصحابها بس. وتاني يوم رجع ايك المدينة ولسه بيفكر يختار اسلوب القتال، فقرر يسأل تريني تحب تختار ايه لو مكانه. تريني قالت انها كانت هتحاول ما تقلقش اصلا وتتكلم بس، ولو اضطرت هتستخدم مكنسة، بس شكت انها تعرف تضرب بيها حد. ايك بدأ يفكر وقال ان السيف والرمح والقوس احسن اختيارات، والهجوم البعيد هو مفتاح الفوز. تريني افتكرت ان سيدها القديم كان بيستخدم قوس ونشابة، وايك وافق على الفكرة دي لانها كويسة، وبدأ يدور على سلاح باستو لحد ما افتكر البنادق اللي بتضرب من ابعد مدى. تريني سألته لو يقدر يصنع بندقية. ايك قال ان سافرة كيميائية وتقدر تعمل اي حاجة، فراح لها وهي بتستريح في المية وقال لها فكرته، فقالت له انها ما تعرفش تعملها فينسى الفكرة. في نفس الوقت باستو كان بيتكلم مع النائب بتاعه عن سيف مخصوص اتصنع ليه يقدر يقطع اي حاجة. وايك بعد ما خلص استحمامه قعد يفكر ان سافرة ممكن تموت لو خسر، وفجأة حد جاب له هدومه وايك شكره، بس الملكة ظهرت وقالت له مفيش داعي للشكر، واتصدم لانه قابلها هو مش لابس قناع. الملكة ادته كيس وقالت له يفتحه، ولما سألها ايه ده قالت له انها مش هتكرر الكلام تاني. ايك فتح الكيس واتخض، لقى البنادق اللي كان بيدور عليها بالظبط. حاول يمثل انه مش ايك، بس الملكة قالت له ان رومبرج قال لها كل حاجة، وانه نقل كل قوته ومعرفته ليه، وانه انسان. ايك ما فهمش ليه الملكة سايباه رغم انها عارفة انه بشر، فعرفته انها بتدور على محاربين يحاربوا معاها عشان عندها رغبة مش قادرة تحققها لوحدها مهما كانت قوية. ايك سألها عن الرغبة دي فقالت انها عايزة تعمل عالم فيه سلام وتفاهم، وشايفة انه يقدر يساعدها في تحقيق ده، وسألته لو هيقبل، فقال لها طبعا انه متشرف يخدمها، والملكة سابته ومشيت. بعدها سافرة وايك قعدوا يناقشوا البنادق اللي جابتها الملكة، وعملت رصاصة بس طلعت اكبر من البندقية. ايك
ايك اقترح يصغروها، وفجأة حصل انفجار وسافرة قالت له ان هو السبب، وهو فعلا اعترف ان هو السبب. وهنا شيطانة اسمها فيور دخلت عليهم وقالت ان هم عملوا اللي ايك طلبه، وايك شرح ان هم عملوا بارود، وطلب من سافرة الرصاصات المظبوطة وقال لها تصنع 500 واحدة. سافرة بصت لفيور وقالت لها هي اللي تعملهم عشان الشغل ده متعب وهي مش عايزة تبهدل بشرتها. ايك طلب من فيور تعمل الرصاص والبارود، وهي طمنته انها مش اول مرة تعمل كده. تاني يوم ايك استعد للقتال ضد باستو، وباستو اتريق عليه وسأله فين سافرة، وبيلمح انها هربت عشان تخطط لحاجة تانية ضده، وكان واثق انه هيكسب ايك. ايك لاحظ ان درع باستو فخم، وباستو بيعرفه ان الملكة جهزته مخصوص. ايك بص للملكة وعرف انها ذكية وعملت كل حاجة عشان القتال يكون عادل. المعركة بدأت وباتسو امر محاربيه يهجموا، فدمروا هدوم ايك واحدة ورا التانية، وايك كان مستنى اللحظة المناسبة. افتكر انه كسب، لكن فجأة تم اطلاق النار وواحد من محاربيه وقع، وراها جه العشرات من الطلقات خلت جيش باتسو يتدمر من غير حتى فرصة للرد. الدمى بتاعت ايك بدلت اماكنها ببراعة وضربت اهدافها بدقة، وايك بص للملكة اللي فهمت انه عبقري وهو اللي ممكن يساعدها في حلمها. ايك كسب المعركة وهزم كل محاربي باتسو، وباتسو زعق وقال ان ده مستحيل. الملكة ظهرت قدامه وقالت له ان القتال انتهى، وعرضت عليه خيارين، يا يموت بشرفه او تموته هي. لكن باستو اختار يتصرف بطريقته الشيطانية، وفجأة الملكة اتهجمت من وراها بسهم، بس هي مسكته ولكن انفجر في وشها، وحصلت فوضى رهيبة. وباستو اعلن انه دلوقتي هيحكم الشياطين لانه فكر انه كده هزم الملكة واخد السيطرة. وبنرجع بالزمن بنشوف في كهف بعيد مجموعة ذئاب ماتت بسحر رومبرج، اللي شايف عيلة بتحاول تحمي طفلها الوحيد اللي فضل عايش. وحاليا باستو فضل يعلن انه هيكون حاكم الشياطين، وساحة القتال كلها اتقلبت فوضى، والشياطين بدأوا يحاربوا جنود باستو. وايك شاف جيشه بيتدمر بهياكل متحركة مش بتموت اصلا. باستو عرض على ايك ينضم له وقال له انه قريب جدا هيبقى الملك الجديد. ايك قال له ان العرض مغري، بس مش هيناقشه مع باستو لانه عمره ما هيقدر يبقى ملك الشياطين. باستو ضحك وقال انه غبي، وكان ايك محاصر بمئات الهياكل العظمية، بس طبعا ده بطل القصة عمره ما يموت، فعلى طول بيستخدم سحره وبدأ يدمر كل الهياكل بتاعة باستو بلا رحمة، وفضل يرمي تعاويذ ورا بعض لحد ما صد كل محاربي باستو بسهولة. وبعدين طار في السماء هو بيتفادى كل الأسهم اللي كانت رايحة عليه، ووقف في مكان عالي عشان يهجم على جيش باستو كله بضربة واحدة. وباستو ما كانش مصدق اللي بيشوفه من قوة ايك الجبارة، وايك ضربه ضربة قوية، بس باستو لسه عايش وقال ان دي كانت مجرد البداية، وان الهجوم الضعيف ده مش هيهزمه، وكل الهياكل اللي ايك دمرها رجعت للحياة تاني، وده لان جيش باستو كله من الاموات الاحياء اصلا. فضل يقاتل ويدمر قوات باستو واحدة ورا التانية، بس عددهم كان كبير جدا، ومهما كان قوي كان عارف انه هيقع في الاخر. وفوق المدرج كان في واحد كمان بيجهز سهم وضربه على ايك، ولكن بسرعة عمل حاجز وحمى نفسه في اخر لحظة. كان مرهق جدا وحاسس انه بيضيع طاقته على الفاضي، وبدأ يفكر ازاي يهزم جيش ما بيموتش. وباستو افتكر ان ايك هيستسلم، لكن ايك استخدم سحر النور والهياكل بدأت تختفي واحدة ورا التانية. باستو ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، والرامي حاول يهجم على ايك تاني، لكن سافرة ظهرت فجأة ودمرته، ومعاها كل محاربي ايك وسافرة اللي دخلوا المعركة وسحقوا قوات باستو. سافرة طارت عند ايك وقالت له ان المتمردين تم هزيمتهم. باستو قال انه مش مبسوط انه شافها، وفجأة ظهرت الملكة وراه وقالت له انه لازم يبارز ايك، ووعدته انها مش هتقتله لو قدر يهزمه. باستو ما كانش عنده خيار تاني، فوافق وقال انه هيدمر ايك، وبدأ القتال ما بينهم. باستو قدر يخترق الحاجز بتاع ايك وبدأ يتكلم كتير، وهو فاكر ان ايك بيخسر وبيناديه بالضعيف، لكن ايك استخدم شعاع مقدس ودمر ايد باستو اللي ما قدرش يجددها. سافرة شافت كده وفهمت ان ايك عنده سحر ابيض واتفاجئت، بس لاحظت ان الملكة ما اتفاجئتش خالص، كأنها كانت عارفة من الاول. ايك افتكر الماضي لما كان بيهتم بوردة بيضة، ورومبرج ظهر وسأله بيعمل ايه، لان ساعتها كان بدأ يعلمه السحر، وكل يوم ايك كان بيتطور في سحر الشياطين. ايك سأله لو في تعويذة تقدر تحيي وردة بيضة. رومبرج قال له بس ده سحر ابيض. ايك طلب يتعلمه، بس رومبرج قال له انه ما ينفعش يفرق نفسه عن الشياطين، وكمان السحر الابيض صعب عليهم، لكنه ايك بشري فكان ممكن يتعلمه. وقال له كمان ان حتى لو قدر يتعلم السحر الابيض ما يقولش لحد. ايك بص لباستو وقال ان طموحه تافه وانه خان الملكة عشان هدف صغير، بس باستو ما اهتمش لكلامه وحاول يهجم عليه. ايك امره يسكت وتأسف لجده انه مضطر يستخدم السحر الابيض، اللي اول ما استخدمه دمر باستو للابد وما فضلش
منه غير دراعه بس. وسافيرا سالته لو رومبرج هو اللي علمه التعويذه دي. ايك قال لها وقال ان الملكه كانت عارفه من الاول عشان كده بعتته هنا. سافيرا قالت ان المشكله خلاص اتحلت، بس الملكه قالت لا لان الفيلق الثالث بقى من غير قائد، واقترحت ان ايك ياخد القياده وقالت انها هتستنى رده ومشت. سافيرا اتضايقت وقالت انها تتكلم مع الملكه وعرفتها ان ايك ليها ومش عايزاه يسيبها ويبقى قائد الفيلق الثالث. وهم ماشيين سافيرا بدات تزعق له وتتهمه انه كشف سرهم للملكه وسالته ايه تاني مخبيه عنها. ايك قرر يقول لها كل حاجه وشرح ان في الماضي البشر والشياطين ما كانوش عارفين يعيشوا سوا، لكن دلوقتي بداوا يتاقلموا، وافتكر مدينتهم ايفال اللي فيها بشر وشياطين بيشتغلوا سوا وبيساعدوا بعض وعايشين في سلام. وقال لها انه من اول يوم خدمها قال لها ان هدفه هو ان البشر والشياطين يعيشوا مع بعض. ايك شال القناع قدام الملكه وقال لها ان لسه عنده كتير يتعلموا من سافيرا، بس وعدها ان ايفال هتبقى اول مدينه يعيش فيها البشر والشياطين في سلام. رجع ايك وسافيرا والملكه انبهرت بيه وفهمت انه كانت بتسعى لنفس الهدف اللي هو عايز يحققه. وبعد كام يوم ايك بيقف على قمه جبل بيبص على ايفال، وتريني اللي كانت بتدور عليه طول اليوم ظهرت وسالته ايه اللي شغله. قال لها انه كان بيفكر وبيفحص التربه والمناخ، وقال انهم يقدروا يزرعوا فيها الليفت بسهوله. تريني قالت انها بتحب الليفت، وايك عرفها ان هم يقدروا يعملوا مدينه يعيش فيها البشر والشياطين سوا. وفي مكان تاني البشر كانوا بيدمروا الشياطين والشياطين ما قدروش يقاوموا وبدات تمطر. نرجع تاني لايك وقف وسط البشر والشياطين وشاف ان المطر بيساعدهم يزرعوا، وقال ان هم هيزرعوا قمح وشعير ولفت، ولو التجربه نجحت لا البشر ولا الشياطين هيجوعوا تاني. وبالليل تريني جابت له شاي وقالت انها سمعت انه اترقى وبقى قائد. وفجاه ظهر النائب بيقول ان عندهم مشكله، وهي ان تحالف الملوك بدا يتحرك وان الفرقه التانيه اتهزمت على ايد البشر وبكل سهوله. تريني سالته التحالف ده ايه، فايك شرح لها ان ده اتفاق قديم بين البشر، اول ما الشياطين يبداوا يبقوا اقوياء كل الامم تتحد مع بعض كامه واحده، وطول تاريخهم دايما بيقدروا يقمعوا الشياطين بسهوله. ايك قال ان الهدف الجاي هيكون ايفال ولازم بسرعه يلاقوا خطه يدافعوا بيها، وقال كمان انه لو هجموا بقوتهم الكامله الشياطين هيضطروا ينسحبوا وساعتها الوضع هيبقى خطر، وكمان حلمه هيموت مع ايفال. بعدها قال ان في طريقه واحده لهزيمه الشياطين. فيور وسافيرا وايك وقفوا سوا يتكلموا عن السلاح اللي ايك اخترعه. فيور قالت له ان علم الكيمياء ما يقدرش يصنع اسلحه لانها بتفتقد قوتها بعد اول ضربه، واقترحت ان احسن طريقه لانتاج اسلحه كتير هي انهم يجيبوا الاقزام لانهم احسن حرفيين. ايك افتكر ان ملك الاقزام دلوقتي محبوس عند البشر لانهم خسروا الحرب ضدهم، والملك نفسه كان فاكر كويس لما البشر هزموه واجبروه يشتغل لصالحهم ويصنعوا لهم اسلحه، لكنه رفض وقال ان هم مش هيصنعوا ادوات حرب. فجاه ظهرت ليلث بعد ما خلصت على كل الحراس في السجن، والملك سالها ليه الشياطين محتاجينه، لكنها زهقت من كلامه الكتير فرمت عليه تعويذه وسكتته. خدوه وقدروا يهربوا ويرجعوا لايك. ليلث بدات تهزر كالعاده، لكن الحراس ظهروا وحاولوا يقبضوا عليهم، بس ليلث خلصت عليهم بسهوله هي والنائب بتاعها. قدروا يهربوا من السجن لكن لقوا جيش كبير قدامهم. ليلث بدات تستخدم سحرها على طول وقالت انها هتسيبهم عايشين عشان وعدت ايك بس. وفي نفس الوقت ايك كان بيراقب من فوق وقال ان هم عاملين دوشه كبيره. فجاه صخور ضخمه طلعت من الارض ووقفت الحراس، وظهر ايك قدام ليلث والنائب. النائب قال ان كل حاجه تمام بما ان ملك الاقزام معاهم، ولما رجعوه حطوه يرتاح. ولما فاق الملك جوندر ساله ليه الشياطين حرروه من السجن. ايك وراها البندقيه اللي معاه وساله لو يقدر يصنع حاجه زيها. جوندر قال له ان عمره ما شاف حاجه زي دي بس ممكن يحاول يعمل شبيه ليها، وقال كمان ان ايك زي البشر عايز يستغل الاقزام وانه يفضل يموت على انه يخدم حد. ايك قال له انه حلمه يصنع مكان يعيش فيه البشر والشياطين في سلام. جوندر ما صدقوش طبعا، فايك خده يوريه بنفسه، ولما شاف اتصدم، شاف بشر وشياطين عايشين مع بعض في سلام. بس رغم كده قال انه مش هيشارك في صناعه السلاح لانه كده ممكن يساعد البشر اللي سلبوا السلام من الاقزام. ايك قال له ان لو الامور مشيت كويس ورجع السلام هيطلب من ملكه الشياطين تعيد بناء مملكه الاقزام. جوندر قال له انه مش مصدقه، فايك قال له يشوف بنفسه لو مش واثق في كلامه. ايك خده للحداده وهناك شاف عيلته كلها واقزام تانيين بيشتغلوا عند الشياطين. الاقزام قالوا له ان الشياطين ساعدوهم بالاكل والمأوى ودلوقتي بقوا بيشتغلوا معاهم بارادتهم. جوندر اتصدم جدا، وساعتها ايك كرر سؤاله، وجوندر وافق ومد ايده لايك وحس انه رغم ان ايك شيطان بس ايده شبه البشر. ورجع ايك لمكانه، وتريني قالت له انها هتجهز له شاي. قال لها لو عايزه تقرا كتب ممكن تقرا، بس هي بتعرفه انها ما تعرفش تقرا، فبيقرر انه هيعلمها اول ما يبقى عنده وقت. وفجاه ظهرت ليلث ولاحظت تريني جنب ايك وقالت انها بتحاول تغويه تاني، وثم بداوا يتخانقوا كالعاده. وفي الوقت ده الجنود راحوا يبلغوا قائدهم ان الشياطين خطفوا ملك الاقزام. القائد قال انه مش هيساعدهم في اي حاجه، وفجاه جري عليهم جندي تاني بيقول ان في مدينه ايفال فيها 500 محارب بس، وهم
وهم عندهم 12 كتيبة، كل كتيبة فيها محارب، يعني 12,000 جندي. وتاني يوم ايك والمساعدين بتوعه طلعوا جبل، وهناك ايك وراهم كهف وقال لهم انه لازم يروحوه. دخلوا الكهف عشان يجمعوا الملح الصخري الطبيعي اللي هيستخدموه في صناعة الأسلحة والأقزام. اشتغلوا بجد، قدروا ينتجوا حوالي 100 بندقية بمساعدة فيور، وبعد ما خلصوا وزعوهم على الشياطين، والنائب قرر يختبر قوة الأسلحة ولقاها ممتازة. كل الشياطين بدأوا يتجمعوا، وقادة الفرق راحوا لمكتب ايك وسألوه ازاي قدر يصلح البوابات بالسرعة دي، فقال لهم انه خلى البشر والشياطين يشتغلوا مع بعض. وفجأة شيطان ضخم وقع من السماء وكسر السقف، وفي اللحظة دي كل الشياطين الكبار اتجمعوا. فيور اعلنت ان ايك من دلوقتي هيبقى القائد الاعلى. الثلاثة اللي قدامه وافقوا وقالوا ان هم جاهزين يخدموه. واحد منهم قال ان البشر عددهم كبير وممكن يهزموهم بالعدد، ولما واحد اقترح معركة مباشرة، ايك بيعرفوا ان البشر عندهم سحرة بيستخدموا سحر الضوء وسحر السرعة، وبالتالي مش هينفع يكون في مواجهة مباشرة. بس قال ان هم هيستقبلوا الهجوم هنا، ولما البشر يفتكروا خلاص ان هم كسبوا، ساعتها هم اللي هيدمروهم. وفي الاحيان دي الجيش البشري الضخم كان خلاص بيقرب، وفي الوقت ده كانت تريني بتنظف المكان بعد الشياطين. ايك سألها لو كانت خايفة من الشياطين، ردت وقالت له انها مش خايفة منهم، بالعكس دول جم يساعدوها فمفيش سبب تخاف. تريني قالت له انها لازم تساعده باي طريقة، وسألته لو في اكل ممكن يستخدموه عشان يجهزوا وجبات للجنود، لان الاكل اللي عندهم ناشف. ايك قام فتح كتاب عشان يشوف يقدروا يعملوا ايه بالاكل اللي عندهم، وقال ان عندهم رز فقرروا يطبخوا اكل منه. تريني دخلت المطبخ وعلى طول بدأت تطبخ زي المحترفين، سلقت بيضة وضافتها على الرز ومعاها شوية مكونات تانية، وطلعت أكلة فخمة جدا. ايك لاحظ انها أكلة سريعة وسهل تتعمل بكميات كبيرة، وفجأة النائب دخل عليهم وسألهم لو ناويين ياكلوا من غيره. ايك عرض عليه ياكل معاهم، وبعدها ظهرت ليلث كمان، وفي الاخر الاربعة قعدوا ياكلوا الرز المقلي سوا اللي تريني عملته. ليلث بدأت تطلب طبق تاني، وتريني بدأت تزود لها اكل، وفكرت انها بتعمل كده عشان تتخنها، وبدأوا يتخانقوا كالعادة. والنائب قال ان الاكل لذيذ جدا ومفيد ومليان حاجات مغذية. وبعد الاكل ايك خرج يتفقد الجنود والاسلحة، وفجأة واحد من شياطين المراقبة شاف البشر بيقربوا وبلغ ايك، فكل واحد راح ياخد مكانه. تريني اتمنت لايك الحظ، وقبل المعركة ايك قال لجنوده ان لو ايفال وقعت جيش البشر هيحاصر مستودع الاسلحة، وساعتها الشياطين هيضطروا يتراجعوا، فلازم يدافعوا عن المدينة مهما حصل. وفي الناحية التانية قائد البشر متضايق ان المدينة اللي ناويين يحتلوها صغيرة جدا، خصوصا ان هم جمعوا عدد ضخم من الجنود، بس قال ان هم لازم يبيدوا الشياطين الاشرار، وامرهم يتقدموا. القوات البشرية كلها بدأت بالهجوم، وبدأوا يستخدموا الاقواس الميكانيكية عشان يضربوا القلعة، ولكن ايك عمل حاجز سحري خلى كل الضربات دي ملهاش اي لازمة. البشر موقفوش هجوم، لكن كل مرة ايك بيحمي القلعة بالحاجز، والشياطين معنوياتهم كانت بتعلى. البشر بدأوا يتعصبوا ان في سحر منع تقدمهم، فالقائد البشري امرهم يكملوا هجوم. وليلث استغربت وقالت ليه بيهاجموا تاني وهم عارفين انه مش هينفع. وفجأة ظهر سحرة من البشر قدروا يفكوا الحاجز بتاع ايك، والقلعة اتصابت بضربة ضخمة من المنجنيق. ولما الحاجز اختفى البشر اندفعوا ويهجموا على القلعة، وايك فهم وقتها ان المعركة مش هتكون سهلة. النائب بلغوا ان الرماة جاهزين، بس ايك قال له لسه بدري، ولسه الشياطين يقدروا يواجهوا من غيرهم. وفجأة شيطان ضخم طلع من القلعة وبدأ يهاجم البشر بصخور عملاقة، كان بيزقهم لورا وبيمنعهم يتقدموا، لكن البشر ما كانوش ضعاف، قدروا يهزموهم باستخدام الاسهم. والبشر قربوا من القلعة وبدأوا يركبوا سلالم عشان يطلعوا على الاسوار، بس الشياطين صدوهم ببراعة. والقائد البشري امر ان هم يضربوا تاني بالمنجنيق، ولكن المرة دي الضربات هتيجي في جنوده، ولكن هو ما كانش مانع خالص انه يضحي بيهم. وفعلا المنجنيق دمر جنود من الطرفين سواء بشر او شياطين. حتى ايك نفسه اتفاجئ من القرار ده. الموجة التانية من هجوم البشر بدأت، المرة دي ضرباتهم عملت فتحة كبيرة في سور القلعة، لكن الشياطين وقفوا في وشهم ومنعوهم يدخلوا المدينة. تريني كانت بتساعد في علاج المصابين الشياطين، وايك كان بيغلي من الغضب بسبب افعال القائد البشري. والحصار استمر والبشر والشياطين بيتقاتلوا بعنف. القائد البشري كان واقف بعيد بيتفرج على المعركة وهو بيشرب شاي، وفجأة الكتيبة الثالثة اتقدمت هي كمان عشان تقتحم القلعة. ايك وهو بيتابع ادرك ان كل حاجة بتحصل اسرع مما كان يتوقع، وتريني كانت بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعد الجرحى. اما ليلث فكانت بتحارب البشر بس مش بكل قوتها، لان ايك كان موصيها ما تقتلش حد. وفجأة وصلت تعزيزات من قائد شياطين الذئاب، دخلوا بقوة وكسروا صفوف البشر اللي كانوا على البرج ورجعوهم لورا، لكن البشر ما استسلموش وبدأوا يهاجموا كل الشياطين في مجموعات. وساعتها الشياطين بدأوا يستخدموا البنادق، وده كان مفاجئ للبشر واضطروا ينسحبوا من القلعة. وقتها ايك
ايك اشار للشياطين ان هم يتراجعوا، وافتكر اللحظه اللي كانوا فيها كل القاده متجمعين معاه في القاعه قبل المعركه، ولما قال لهم انه ما ينفعش يطولوا الحرب وانهم لازم يتحركوا بسرعه ويقاتلوا بقوه. فيور حطت نباتات شيطانيه عند المدخل وقفلت الفتحه اللي البشر عملوها. قبل المعركه ايك سالهم هيقدروا يصمدوا قد ايه لو قاتلوا بكل قوتهم، والذئب عرفوا ان كلهم مع بعض ممكن يصمدوا ساعه، بس لو فرقه الذئاب بس لوحدهم ممكن نص او ربع ساعه كمان. ايك قال لهم يحاربوا من غير تردد 10 دقايق وبعدها ينسحبوا، وفعلا ده اللي حصل. وفجاه فرقه تانية من الشياطين اخترقت الجدار المقفول وقررت تسحق البشر اللي قريبين من القصر، فالبشر بداوا ينسحبوا بعد ما فهموا ان هم مش هيعرفوا يتعاملوا مع شياطين بالحجم ده. ايك قال ان بعد ما الذئاب انسحبوا فرقه تانية من الشياطين هتتقدم، لان المعارك الطويله بتسبب الارهاق، فالافضل يتقاتلوا بالتناوب، وده كان جزء من خطته الذكيه عشان يحافظوا على قوتهم. بس الشياطين ما كانوش مبسوطين بالخطه دي عشان كان في بشر كتير قدامهم. ايك بيعرفهم ان هم يخدعوا البشر، لان بعدين فيور هتدخل المعركه وتستغل الكيمياء بتاعتها عشان تجذب البشر لجوه القصر. ايك اكد ان محدش يضحي بنفسه ولازم يتحركوا بسرعه. وفي المعركه البشر كانوا بيجهزوا لجوله جديده من المنجنيق، لكن فجاه فرقه تانية من الشياطين هاجمتهم من السماء وساعدت في تدمير المنجنيق. ايك امرهم ان هم يدمروا المنجنيق ويتجنبوا المواجهات المباشره، وقال انه درس البشر كويس وعارف ان عددهم 12000 جندي وكمان عندهم تعزيزات جايه في السكه، بس قائدهم جبان وما يهموش غير نفسه، ولو حس ان حياته في خطر هيهرب. وخطه ايك كان انه يمسك القائد مش يقتله، لانه عنده خطط تانية ليه. الشياطين وافقوا على خطه ايك وبدات تتنفذ فعلا. فيور سالت ايك عن دور سافرة، فقال لها ان دورها الاهم لان نتيجه المعركه كلها معتمده على نجاحها. وسافرة دلوقتي بتقول ان ايك اتطور وبيدي اوامر للقائده بتاعته، وبيطلع ان مهمتها تاخير تعزيزات البشر. ولما شافت قائد بشري شكله عجبها قررت تستخدمه في خطتها. في الوقت ده البشر ما قدروش يتغلبوا على الشياطين رغم ان عددهم اكبر. واحد من الجنود راح يبلغ القائد ان الفرق بتاعتهم اتدمرت، وفجاه القائد امر كل الوحدات يتقدموا سوا، وقال ان هو بنفسه هيقود المعركه. الكلام ده رجع الروح المعنويه للبشر، وايك كان بيراقب كل حاجه وفاهم ان خطته خلاص بتكتمل. وايك باستخدام السحر بيعمل حفره كبيره في الارض بيوقع فيها الجنود اللي كانوا متقدمين، والسحرة البشر اتقبض عليهم واتشلت قوتهم. القائد وقع من على حصانه وايك ظهر قدامه وقال له انه لو ما استسلمش هيخلص عليه، بس قبل ما يعمل كده ظهر ملك الاقزام، وبيطلع ان كان القائد ده قبله زمان لما دمر شعبه بالكامل. القزم افتكر اللي حصل وحاول يخلص عليه، بس فجأة ايك صنع سلاسل سحرية وربط بيها القزم. حاول يفلت، والقائد وهو مرعوب بدأ يتوسل لايك ويقول له انه هيأمر الجيش بالانسحاب. فعلا البشر بدأوا يهربوا بعد ما القائد امرهم. ايك واقف بيتفرج مع القزم اللي قال له انه هيجي يوم ويندم انه سابه يعيش، لكن ايك كان شايف انه مش هيندم لان المرة الجاية هيكونوا اقوى. والشياطين بدأوا يحتفلوا بالنصر، والجميع كانوا بيشكروا في ايك وبيجروا عليه يحضنوه. وفيور واللي معاها كانوا بيتفرجوا، وقالت ان ايك من قبل المعركة كان قايل ان هما مش هينجحوا غير بمساعدة بعض. وفي الناحية التانية سافرة قررت تتدخل، والقائد اللي كانت مهتمة بيه قرب منها وامر الكل يبعد، لكن سمعت ان البشر بينسحبوا فقالت له انه محظوظ وهيعيش النهارده، فبيعرفها انه هيقابلها تاني. وخرج هو وجنوده، وهي بصت على القصر وفهمت ان ايك كسب الحرب. ولما رجعت سافرة شكرت ايك على دفاعه السهل عن القصر، بس هو عرفها ان الفضل يرجع للفريق السابع، فقالت له انه متواضع وزودته بمهمة جديدة يروح زينوبيا لان البشر ناويين يشنوا هجوم كبير على الشياطين. ايك استوعب ان المشكلة في الامدادات، والجيش كله مش هيكفي الاكل اللي عندهم، وسافرة امرته انه يروح يقدم اتفاق باسمهم في زينوبيا. لكن ايك شك ان البشر يوافقوا يتفاوضوا مع شياطين، فقالت له عشان كده هي بتبعته، وقالت انه ما يقلقش على المدينة. الكل سمع ان ايك رايح بعيد وكلهم كانوا عايزين يروحوا معاه، بس هو قال المرة دي هيطلع لوحده، وطلب من ليلث تحمي المدينة والنائب يمسك ادارتها. الاتنين قلقوا ان هما مش هيعرفوا يدبروا من غيره، فقال لهم انه هيكتب تعليمات للنائب وانهم احق الناس يمسكوا القيادة. وبالفعل ايك وتريني خرجوا سوا في الرحلة، وتريني كانت مبسوطة انه اختارها ترافقه. وفي نفس الوقت ليلث والنائب لاحظوا ان تريني اختفت وفهموا انها اكيد راحت معاه. وتريني سألت ايك هي زينوبيا دي بلد عاملة ازاي، فقال لها لا دي مش بلد، دي مركز تجارة وعندهم اكل كتير وكل حاجة. وقال لها ان النتيجة كلها تعتمد على مهارتنا في التفاوض، لان البشر والشياطين عمرهم ما عملوا اتفاق قبل كده، وده السبب انه خدها معاه عشان يثبت ان هما ممكن يعيشوا سوا ويتعاونوا عادي. فجأة سمعوا صرخة فجريوا ناحيتها ولقوا عصابة قطاع طرق بتحاول تخطف اميرة. واحد من قطاع الطرق فتح عربية الخيول وشاف اميرة جميلة، بس ايك جه وانقذها، ولكن شكلها كان مألوف بالنسبة له. والعصابة حاولت تهجم على ايك، ولكن استخدم سحر الاشجار ومسك كل
البلطجيه الفاضلين. ايك عالج كل المصابين بس قال ان جروحهم لسه ما اتعالجتش تماما ولازم يشوفوا معالج. والاميره قررت تعرفها على نفسها وقالت ان اسمها جوليا بنت عمده زينوبيا. جوليا شكرت ايك على انقاذها وقرروا يروحوا سوا للمدينه. جوليا كانت مندهشه من قوه سحره وسالته اذا كان من النبلاء، بس ايك قدم نفسه باسم تاني وقال ان تريني هي الخادمه بتاعته. جوليا حكت له انها كانت رايحه تتجوز ولكن الجوازه ما نفعتش لانها رفضت العريس. ولما وصلوا المدينه جوليا قدمت ايك لرئيسه مدينه التجاره واللي كانت امها إلري. جوليا قالت انها عايزه تشكر ايك كويس على اللي عمله، لكن هو قال ان مفيش داعي لحاجه خاصه. ايك كان سمع ان إلري وصلت للمكانه دي بفضل موهبتها، وهي كمان خدت بالها من ايك وقالت لجوليا تسيبهم لوحدهم شويه عشان تتكلم معاه. وقامت وسالته بصراحه ممثل من جيش الشياطين جاي يقابلني. ايك اتفاجئ وسالها ليه فاكراني شيطان، فعرفته ان مفيش ساحر بالقوه دي في البلد دي ولا حتى اسمه ايك، فالموضوع واضح وكمان احساسها بيقول كده. ايك قرر ما يكدبش اكتر وقدم نفسه على انه حاكم لمدينه ايفال، وشرح لها انه نص بشري ونص شيطان، وان والديه كانوا بشر لكن معلمه رومبرج كان شيطان ورباه. ايك قال لها انه عايز يعمل اتفاق مع زينوبيا، بس إلري عرفته انها ما تقدرش توافق لان الشياطين هدفهم تدمير البشر. ايك قال ان زمان كان كده فعلا، بس هو قرر يخلي التعايش بين البشر والشياطين ممكن. إلري استغربت وقالت ان الشياطين هيفضلوا شياطين عمرهم ما هيوفوا بكلامهم، ولو ما فيش حاجه تاني يقولها ممكن يمشي. وقتها ايك قال لها ان زينوبيا بتتعرض لهجمات قراصنه وانه يقدر يتعامل معاهم، وهنا إلري بدأت توافق وحطت شرطين، الاول انه يتخلص من القراصنة اللي بيسببوا ضرر كبير للمدينة، والتاني انه يتجوز بنتها جوليا. وشرحت انها شايفاه ذكي ومخلص وده السبب انها عايزاها يبقى خطيب بنتها. وفجأة واحد من الحراس دخل وقال ان القراصنة وصلوا الميناء وبيحاولوا ياخدوا كل البضائع، وكان قائدهم اسمه جاس. إلري قالت مفيش وقت نفكر وسألت ايك لو قابل الشروط. ايك راح الميناء وشاف واحد محشور تحت الانقاض فساعده. الراجل قال ان القراصنة جم عشان بضائع السفينة كانت هتغادر، وحذروا ما يستهينش بيهم لان قائدهم جاس ساحر. ايك قال لازم يستعدوا للهجوم الجاي. تريني قربت منه وقالت انها مش هتنفع تساعد كتير هنا، فهتروح تساعد الطباخين. وايك قرر ياخد قسط من الراحه، وجات له جوليا تتكلم معاه، وايك سالها عايزه تتكلم عن ايه، فقالت انها عايزه تتكلم عن جوازهم. جوليا كانت متحمسه وقالت انها عايزاه يبقى جوزها لانها وقعت في حبه من اول نظره. ايك فكرها انهم لسه ما تعرفوش على بعض كويس، فبدات تعيط وهي فاكره انه مش عايزها. وفي الوقت ده تريني كانت واقفه ورا الباب شايفه كل حاجه ومتضايقه ان في بنت تانية بتحاول تقرب من ايك. وبعدها خرجت تريني تجمع شويه مؤن، لكن كان في قرصان بيراقبها وفي الاخر خطفها. ولما فات سمعت القراصنه بيتكلموا وفاكرينها الاميره جوليا، فقررت تجري منهم، بس للاسف طلعت على مركب في نص البحر. جاس شافها وسال هي دي الاميره جوليا؟ القراصنه قالوا ايوه هي، بس جاس بص عليها وقال لا دي مش الاميره. بس في النهايه قرر يحتفظ بيها لنفسه لانه كان بيدور على خادمه. والراجل اللي كان معاه قال لايك انها اتخطفت بسببه، ورئيس المينا قال ان القراصنه اخدوها وابحروا. ايك قال انه هيقدر يلاقيها لو ادوه سفينه، وإلري وافقت وادته سفينتها. ايك انطلق عشان يلاقيها وبيفتكر كل الذكريات معاها وبيقسم انه هينقذها. جاس لبس تريني لبس الخدامه وقال انه بيحب البنات بالشكل ده. تريني خافت وسالته ليه لبسها كده، قال لها ان الخدامه لازم تلبس كده وتسمع الاوامر وتسلي سيدها. تريني افتكرت ايك لما عرض عليها تكون خادمه بس بشرط انها تطبخ وتنظف وفي المقابل يحميها، فقالت انها عايزه تشتغل كخادمه، وسالته لو عايز ياكل حاجه، فقال لها انه مش هيرفض اكل، فبدات تجهز له اكل. تريني كانت بتطبخ وخدت بالها من شويه قراصنه متكلفين يراقبوها. على طول بدات تفكر ازاي تتخلص منهم، فجالها فكره وقالت لهم انها محتاجه كحول عشان تطبخ. جابلها الكحول بس تريني قررت تستخدمه بطريقه تانية، وراحت سكبت الكحول في الزيت السخن، فقامت نار كبيره جدا، وواحد من القراصنه حاول يطفيها بسرعه، بس تريني صبت بقيه الكحول على النار ومسكت فيه، وفي اللحظه دي استغلت الفرصه وجريت تهرب. واثناء جريها شافت قراصنه تانيين، فقامت مستخبيه وعدوا من جنبها من غير ما يشوفوها. وبعدها راحت تشوف الصناديق اللي هناك ولقت ذهب القراصنه كانوا سارقينه. فكرت تقول لايك على اللي حصل، بس افتكرت ان حتى هو ممكن ما يعرفش يلاقيها. وهي بتبص على الشمعه جالها فكره، وفي الوقت ده جاس كان بيعاين لبس جديد لخادمته، دخل قرصان بيجري وبيقول السفينه ولعت. تريني جريت واتخبت في براميل وهي بتدعي ان ايك يجي ينقذها، والقراصنه كانوا بيدوروا عليها في كل حته ومش فاهمين راحت فين. بس لما فتحت البرميل لاحظت ان هم
شافوها وقرروا يتسلوا بيها، بس تريني رمت غطا البرميل المولع عليهم وجريت وهي بتتمنى ايك يجي بسرعه. بس جاس استخدم سحره ووقع تريني على الارض وقال ان النهارده هيعاقبها بقطع رجليها. بس كان في قرصان هيقطع رجلها فعلا، لكن جه ايك في اللحظه الاخيره ووعدها انه هيحميها، وقال ان كل قرصان اذاها هيدفع الثمن. جاس امر القراصنه يقتلوا ايك، بس على مين؟ ايك الجبار بكل سهوله خلص عليهم. سال تريني لو كانت بخير وتقدر تمشي، وهي شكرته على انه دايما بيهتم بيها، فقال لها ان هي خادمته ومش ممكن يسيبها، وكمان عرفها انه شاف الاشاره بتاعتها وانها كانت واثقه فيه ومدحها على شجاعتها. وساعتها جاس قرر ياخده بجد وقال ان تريني ملكه وان الوقت انتهى. بس ايك انقذ تريني في الوقت المناسب ودافع عن نفسه بسهوله من سحر جاس. جاس كان بيستخدم سحر الميه وفي نص البحر كان هو الاقوى، بس ايك كان عنده خطه وبدا يجري حوالين السفينه عشان يخليه يحوطها بنفسه، وبعدها استخدم سحر الميه هو كمان، بس كان في مستوى مختلف كليا، وقال ان جاس هيدفع الثمن وانه ايامه خلاص انتهت. وايك دمر سفينه جاس ومعاها جاس نفسه، وبعدها بعت جثته للحراس وقال ان هم راجعين للميناء بعد ما خلصوا كل حاجه. القراصنه كلهم اتربطوا وايك وتريني قعدوا يتكلموا. ايك قال انه كله بفضل تريني لانها كانت السبب في معرفه مكان السفينه، وان دلوقتي كل حاجه هتبقى تمام. وتاني يوم إليري اتفاجئت ان ايك خلص المهمه وقالت له زي ما اتفقوا العقد هيتوقع. وفي المدينه الوضع كان سيء وكل الجنود مصابه. سافيرا سالت عن الاكل اللي باقي، فقالت فيور ان عندهم اكل يكفيهم 3 ايام، بس سافيرا قالت انها مش هتستنى وهتهاجم دلوقتي لان البشر كانوا ناويين ينتصروا عليهم بالجوع، فقررت تضربهم وهم مش واخدين بالهم. فيورا فكرتها انها مصابه، بس سافيرا قالت لها انها مش هتستنى وهتقتل اكبر عدد تقدر عليه. في نفس الليله ايك وصل للحفله وتريني جرت عليه وقالت له ان لبسه لايق جدا عليه، فقال لها ان فستانها كمان حلو عليها. فجاه جوليا جريت عليه وحضنته، وتريني اتدخلت وقالت انها تصرفها مش مناسب قدام الناس، ودخلوا القاعه وكأن إليري مستنياهم، والكل بيتكلم عن ايك وبيقولوا ان الراجل المحظوظ اللي كسب قلب الاميره. جوليا قالت له ما ياخدش بكلام الناس لانها شايفه ان هو اجمل راجل في العالم، وإليري نادت على جوليا وقالت لها انها جميله وكمان ذوقها حلو في الرجاله، وبصت لايك وقالت له يعتني بجوليا وما كانش فاهم قصدها، ففكرته ان العقد اتوقع ولازم ينفذ الجزء الثاني من الاتفاق. فجأة اعلنوا في القاعه ان جواز السيده جوليا والمعلم ايك هيتم قريب، وفكرته إليري انه لو رفض العقد كله هيتلغي. وفجأة ظهرت كرة سحرية كبيرة وملت القاعة ضباب، وايك اتفاجئ لما شاف ملكة الشياطين قدامه وقالت له يرجع لان المدينة في خطر. سافيرا وهي بتحارب بكل ما عندها من قوة، والبشر بدأوا يحاصروا القلعة اللي سافيرا سيطرت عليها من كل ناحية، واتضح ان هم سلموها عمدا عشان يحاصروها جوه. في الناحية التانية ايك سأل عن عدد الناس، فقالت له الملكة ان هم حوالي 5000 شخص، وكانت الملكة مجهزة كل حاجة عشان ايك يروح ارض المعركة جاهز. المطر بدأ ينزل والبشر كانوا خلاص دخلوا المدينة، بس فيور ما استسلمتش وكانت بتحارب لحد اخر لحظة، وفجأة اتصابت بضربة قوية، وقعت على الارض وسابت سافيرا لوحدها قدام جيش ضخم. وفي الوقت ده ايك وتريني رجعوا. تريني لاحظت ان ايك بقى يقدر ينتقل بين المدن، والنائب جه لايك وقال له تحالف البشر بدأ هجوم شامل وبدأوا يتقدموا، لدرجة ان هم حتى هجموا على المدينة اللي ايك استولى عليها قبل ما يمسك ايفال. بس بيطمنوا ان في بنت صغيرة في السن ظهرت وكانت قوية جدا وقدرت لوحدها تهزم العدو، وساعتها ايك فهم انها الملكة. ايك قال انه هيروح ينقذ سافيرا وسأل كم محارب يقدروا يحاربوا. النائب قال له ان في حوالي 500، فقال ايك انهم هيضطروا يتصرفوا لوحدهم. وفجأة وصل ملك الاقزام وقال انه هيقف مع ايك. شكروا على البنادق وقال له انه مش مضطر يعمل ده، بس الملك اصر يساعده. فقال له ايك ان الموقف صعب جدا دلوقتي، فالملك فكره بوعده القديم لو حصل سلام بين البشر والشياطين الاقزام هيبقى ليهم مدينتهم الخاصة. ايك ساعتها وافق، واثناء ما هم بيتكلموا بشر المدينة بيطلبوا المساعدة. ايك سألهم اذا كانوا متأكدين، فقالوا له انهم واثقين لانهم عمرهم ما كانوا مبسوطين كده، وان لما اتهاجموا قبل كده الشياطين ضحوا بحياتهم عشان يحموهم. النائب قال ان الشياطين ما ينفعش يقبلوا مساعدة من البشر، بس فجأة ليلث ضربته وقالت له يبطل كلام ملوش لازمة، ودخلت تريني في الكلام وقالت له ما يقولش لايك يعمل ايه. ايك قال انه هيقبل مساعدة من البشر والاقزام، وقال كمان ان تحالف الملوك ممكن يهجم عليهم، واللي هيبقى في المدينة لازم يستسلم من غير قتال لان مش عايز حد يموت. وتاني يوم ايك ومحاربيه اتحركوا عشان يساعدوا سافيرا. ايك كان عارف ان قوات العدو كتير جدا ولازم يخططوا كويس للمعركة، وكان بيأمل ان سافيرا تقدر تصمد شوية. وفي الوقت ده سافيرا كانت بتحارب بكل قوتها، بس ادركت ان عددهم كبير وانهم بيخسروا، فقررت تستخدم تقنية النيازك بتاعتها، بس خافت تصيب جنودها. وفجأة ظهر ساحر بشري قدامها وبيسبب لها اصابة بالغة، بس هي في الاخر بتقدر تهرب، والساحر كان باين عليه الغضب.
سافرة راحت على مكان عالي وبدأت تستخدم سحر النيازك عشان تخلص على كل جنود الجيش البشري، بس قبل ما تستخدمها بثانية سهم من الجنرال أصابها فوقعت، والجنرال قرب منها وسافرة استسلمت. وبعد المعركة البشر كانوا عايزين يستفيدوا من بقايا الأورك، بس السحر جه وحرقهم كلهم. وأما سافرة بتكون اتسجنت والجنرال جه يستجوبها، قالت له إنه واحد ضعيف زيه عمره ما يقدر يقتلها، فقال لها إنه عارف إن عندها تابع قوي جدا، وفهمت على طول إنه بيحاول يستخدمها كطعم عشان يصطاد ايك ويقضي على كل شياطين الفيلق السابع مرة واحدة. وفي الناحية التانية ايك والفرقة بتاعته قرروا يعسكروا شوية ويجهزوا الأسلحة والذخيرة. ايك قال لملك الأقزام إنه بعت النائب عشان يشوف الوضع وبعدها هيعملوا مجلس حرب، والنائب رجع متضايق جدا وقال لايك إنه لازم يشوف بعينه. ولما راح شاف عباءة سافرة متعلقة على سور المدينة كإشارة إنها ماتت. ايك قال إن سافرة لسه عايشة حتى لو هزمت في المعركة، وفهم إن البشر بيستخدموها كطعم، بس حتى لو عرف إنه فخ كان برضه لازم يهجم وينقذها. وقال لهم إنه محتاج مساعدة الكل دلوقتي، وإن الهجوم هيبدأ مع الفجر. واحد من الحراس شاف السحر اللي استخدمه ايك ناحية القلعة وأبلغ الجنرال اللي اسمه رودل إن ايك وصل، وقالوا الرودل إنهم هيغلبوهم بسرعة، بس هو حذرهم إنهم لازم ياخدوا بالهم. وفي المعركة البشر بدأوا يهزموا الشياطين بسهولة، لكن ايك تدخل وقال إن هم هيشغلوا العدو عشان سافرة والباقيين يهربوا من القلعة. رودل أمر بوقف إطلاق النار ومش فاهم ليه جيش الشياطين مش بيهجم. افتكر الكلام القديم بينه وبين سافرة وأمر إن هم يشددوا حراستها. وفي الزنزانة واحد من الحراس حاول يعتدي على سافرة، بس ليلث ظهرت من وراه ومسكته وقتلته في لحظتها. حررت سافرة وآيك لاحظ إن مفيش حد بيهاجمهم، فقرر يستغل الفرصة ويكمل تدمير الحصن. رودل كان جهز الجنود بتوعه وأمرهم يستعدوا لحرب الاستنزاف، لكن فجأة فيور لحظة تعويذة سحرية خلت كل البشر يناموا، وظهرت ليلث ومعاها سافرة وقالت لهم إن هم لازم يهربوا بسرعة لأن الوقت ضيق. وفجأة سهم ضرب فيور ووقعت وظهر الساحر قدامهم. ليلث ضحكت وقالت إن آيك كان متوقع كل ده. وفي اللحظة دي النائب ظهر واللي بيصدم الساحر وبيسأله إزاي قدر يوصل لهنا من غير ما حد يشوفه. وآيك استقبل الإشارة واستخدم السحر عشان ينقل فرقة المسلحين بسرعة اللي قضوا على كل جنود البشر في لحظات. سافرة حاولت تعالج فيور، بس فيور قفلت عينيها وماتت. فسافرة اتعصبت جدا ومسكت الساحر اللي ضربها وداست عليه لغاية ما مات، وكانت هتكمل على بقية الجنود، بس ليلث وقفتها وقالت لها تهدى شوية. والنائب قاطعهم وعرفهم ان فيور لسه فيها النفس وممكن تتعالج. وفي الوقت ده رودل وصل له خبر ان الشياطين بقوا جوه القلعة، واستغرب جدا لان مفيش اخبار جاياله عن الحراس. سمع صوت البنادق وفهم ان هم في ورطة حقيقية وبيخسروا ناس من غير ما يقدروا يعملوا حاجة. والنائب ادى الاشارة وايك شافها، وساعتها بدأت المعركة التانية في لحظة. الشياطين مسكوا براميل البارود وطاروا بيها ناحية القلعة عشان يفجروها بالكامل. ليلث حذرتهم ان هم لازم يهربوا فورا لان كل حاجة هتنفجر، والشياطين رموا البراميل والمدينة بدأت تنفجر من كل ناحية. ايك امر كل المحاربين بالهجوم، ورودل وصل له خبر ان العدو بيتقدم، وفهم ان ايك بينفذ خطته بدقة شديدة. حس بخطر وامر قواته كلها بالانسحاب، وكده يا صديق الشياطين كسبوا المعركة. وتاني يوم الصبح رجعوا كلهم على ايفال واحتفلوا بالنصر. سافرة شكرت ايك والناس اللي معاه على انهم انقذوها، والنائب جري على ايك وقال له ان الجنرال رودل بعت رسالة قال فيها انه مبهور بذكاء ايك وباسلوبه في القتال، ومدحه وقال انه مستني المعركة الجاية معاه في المستقبل. سافرة علقت وقالت ان رودل فعلا ذكي، وقالت انها وقعت في فخه وخسرت محاربين كتير. ايك وافقها وقال ان لولا اسلحة الاقزام الجديدة كان ممكن يخسروا. ايك قرر يبعت رد وكتب فيه انه معجب بسرعة ردة فعله، وان بالنسبة لرغبته في القتال ايك يفضل يتقابلوا في ظروف مختلفة. وسافرة بتفكره انها كانت بتغير له البامبرز وهو صغير، فممكن عشان كده جه انقذها. وفجأة ظهر تنين ضخم ومعاه الملكة، والنائب قرب منها وقال لها انت يا بنت روحي العبي بعيد. اول ما ايك سمع الكلمة جري بسرعة ناحية الملكة وقال للنائب يبعد، وشرح له ان هم واقفين قدام ملكة الشياطين. الكل اتصدم وايك بدأ يتأسف بالنيابة عن النائب بتاعه، ولكن الملكة قالت ان مفيش مشكلة، وان ايك كان متوتر بنفس الشكل لما شافها لأول مرة. وهنا النائب افتكر ان دي نفس البنت اللي انقذت ايفال من زمان. وايك اتأسف تاني عن كلام النائب، فالملكة قالت له عادي وبتعرفه انها مبسوطة ان سافرة نجت وبتمدحها عشان حاربت كويس، وسافرة ردت انها كان المفروض تتصرف اذكى. الملكة شكرت الفيلق السابع على مساعدتهم الممتازة في المعركة، وقالت ان الفضل الاكبر يرجع لايك وفرقته. وبعد كده الملكة مدحته وقالت له انه من النهاردة رسميا هيكون الملك الجديد للفيلق الثامن. للتوضيح ايك كان قائد للشياطين اللي كانوا
كانوا تحت امر سافرة لانها قائدة الفيلق السابع. اما دلوقتي فايك بقى قائد فيلق كامل بنفسه وهو الفيلق الثامن. وبكده للاسف نكون وصلنا لنهاية قصة النهاردة. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك الحلوين بتوعك، وطبعا نورنا في التعليقات بالانمي اللي نفسك تشوفه في الفيديوهات الجاية. شكرا تاني للناس اللي كملت الفيديو للاخر، وبس كده، سلام عليكم.